اهلا بيكم في الفيديو التاني في سلسلة مسارات تعليمية لاهم المجالات المطلوبة في سوق العمل. مجال النهاردة هو مجال ال SEO، واحد من احسن المجالات اللي تقدر تتعلمها وتشتغل فيها اونلاين، وهرشح لك في الفيديو ده مسار تعليمي شامل لكل اللي انت محتاجه عشان تبدأ من الصفر، سواء كورسات سواء كتب سواء مدونات او حتى اشخاص تتابعها. فبعد ما تخلص الفيديو ده هيكون معاك خطة تعليمية واضحة عشان تبدأ في المجال ده بإذن الله. بس قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو عايز منك طلب بسيط جدا. لو دي اول مرة ليك على القناة ما تنساش تشترك فيها وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو ده، وتنزل في الكومنتات تكتب كلمة SEO. ده هيساعد ان الفيديو ينتشر اكتر ويوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعالوا ناخد نظرة عامة ونقول شوية معلومات عن المجال ده سريعا كده. يعني ايه SEO؟ SEO ده اختصار ل Search Engine Optimization، يعني تحسين وتهيئة المواقع لمحركات البحث. بمعنى ابسط انك بتكون مسؤول عن انك تخلي الموقع او المدونة اللي انت مسؤول عنها في الصفحات الاولى في محركات البحث للكلمات المفتاحية اللي انت بتستهدفها. ده باختصار تعريف ال SEO. تعالوا دلوقتي نجاوب على أهم الأسئلة اللي ممكن تكون بتدور في بالك حاليا. أول سؤال: هل أقدر أتعلم المجال ده أونلاين لوحدي؟ الإجابة طبعا تقدر تعمل كده، وانا خير دليل على كده. انا اتعلمت المجال ده كله اونلاين عن طريق السيلف ليرنينج او السيلف ستادي، وفي الفيديو ده هقول لك على افضل المصادر اللي ممكن من خلالها تتعلم المجال ده وتوصل فيه لمستوى حلو جدا جدا. في السؤال الثاني: هل المجال ده بيحتاج شهادات عشان اشتغل فيه؟ الاجابه برضو لا، مش بيحتاج اي شهادات خالص، ولكن بيحتاج حاجه اهم من الشهاده وهي الخبره العمليه او شغلك السابق اللي انت عملته قبل كده. بمعنى المجال ده فيه شهادات، فيه شهادات، ولكن الشهادات كلها مش هتفيدك لو انت ما طبقتش المعلومات اللي انت اتعلمتها في المجال ده. يعني على سبيل المثال انا خدت شهادة من فترة في المجال ده وشهادة قوية جدا جدا، بس قعدت فترة طويلة مش بطبق الحاجات اللي انا بتعلمها في المجال ده. هل الشهادة هتشفع لي ولا لا؟ يعني لو كنت رحت اي انترفيو قلت له ان انا خدت الشهادة دي، هيبدأ يسألني في الحاجات دي ويقول لي طب وريني عملت ده ازاي وعملت ده ازاي، وطالما انا ما كنتش مطبق المعلومات دي الشهاده مش هتفيدني خالص لاني مش هعرف اجاوب. ولكن الاهم بقى من كل الشهادات، لو انا قلت له ان انا اشتغلت على الموقع الفلاني وقدرت احقق النتائج دي ودي ودي، فبالتالي انا كده اقنعته وشغلي هو اللي بيتكلم عني. فالمجال ده مش بيحتاج اي شهادات ولا اي كليه عشان تشتغل فيه، ودي حاجه حلوه جدا جدا. تالت سؤال واهم سؤال: ايه هي متوسط مرتبات المجال ده ومستقبله عامل ازاي؟ خلينا اول نجاوب على النقطه التانية، مستقبل المجال ده عامل ازاي. الحقيقه انا مش هقول لك ايه المستقبل للمجال ده، ولكن الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي بيقول ان المجال ده من اكتر المجالات واهم المجالات اللي عليها طلب كبير جدا جدا في سوق العمل، سواء في الشركات الخاصه او في العمل الحر. وبالتالي مستقبل المجال ده مضمون جدا جدا. يعني لو انت هتدي لنفسك سنة انك تتعلم المجال ده فانت بتستثمر في حاجة قوية جدا وفي حاجة مضمونة بإذن الله. متوسط المرتبات بقى في المجال ده عاملة ازاي؟ خلينا نجاوب على السؤال ده من اكتر من جانب عشان القناة هنا بيتابعها ناس من دول مختلفة. فمتوسط مرتبات المجال ده في مصر بتبدأ من 3000 جنيه، ده لو انت يعني مبتدئ او فوق المبتدئ شوية، وتوصل معاك لحد 20 و30 و40 الف جنيه لو انت محترف وحسب خبرتك في الشغل. ده في مصر. اما في دول الخليج فمتوسط الراتب او الدخل في المجال ده بيكون من متوسط لمرتفع. يعني على سبيل المثال متوسط دخل متخصص ال SEO في دبي بيتراوح من 45,000 ل 100,000 درهم إماراتي ده سنويا. وبشكل شخصي أنا شفت إعلان من فترة على موقع لينكد إن لشركة في دبي بتطلب متخصص SEO براتب 15,000 درهم في الشهر الواحد. فبالتالي متوسط المرتبات ده في دول الخليج زي ما قلنا من متوسط لمرتفع. أما في أوروبا فهو مرتفع على طول، والمرتبات هناك حدث ولا حرج. أعتقد دول أهم 3 أسئلة ممكن يكونوا بيدوروا في بالك دلوقتي، وأعتقد دلوقتي إن أنت اقتنعت إن المجال ده مجال مهم جدا ومجال استثمارك فيه مش هيخسر أبدا أبدا. دلوقتي وصلنا لأهم حاجة وهي إن إحنا عايزين نبدأ بقى نتعلم المجال ده. إحنا خلاص يا أحمد اقتنعنا بالمجال، حابين نتعلمه، نعمل إيه؟ ده بقى اللي إحنا هنعرفه دلوقتي حالا مع المصادر اللي أنا هرشحها لك. فركز جدا في اللي جاي، ولو أنت وصلت للنقطة دي في الفيديو انزل تحت في الكومنتات دلوقتي وعرفني متحمس تتعلم المجال ده ولا لا. يلا نبدأ بسم الله. وأول مصدر معانا هو موقع CMrush أو SEMrush.
ده موقع مهم جدا ومشهور جدا في عالم الاي سي او، والموقع ده من احسن المواقع اللي انت تقدر تتعلم من عليها. ده احنا طبعا الموقع بيقدم خدمات في الاي سي او، وعنده كمان اكاديمي دي اللي احنا عليها دلوقتي بيعلم فيها الناس الاي سي او ازاي يبداوا في الاي سي او كده. فانت اول حاجه هتبدا بيها هو الكورس ده اللي هو بيتكلم عن اساسيات الاي سي او، وتقدر بعد كده تمشي لو عجبك الشرح بتاع الانستراكتور ده وطريقه العرض وكده على الموقع تقدر تمشي في باقي الكورسات. هو بيبدا معاك طبعا واحده واحده، يبدا معاك بالاساسيات، بعد كده بيخش على الكيورد ريسيرش، بعد كده الباك لينكس، حاجات هتفهمها اكتر لما تخش في المجال وتفهمه وتتعمق فيه. فالمصدر ده اول مصدر معانا. تبدا تتعلم ازاي؟ بتدوس على ستارت ليرنينج، وبتبدأ طبعا تسجل في الموقع كل الكورسات بشكل مجاني، وفي نفس الوقت معاها شهادة مجانية من الموقع. وطريقة التعلم على الموقع ده بسيطة جدا. أول حاجة بتشوف الفيديو، بعد كده بتدوس كونتينيو، بيوديك على المحاضرة اللي بعدها في الدرس ده. هنا بيسيب لك المصادر او حاجات تقدر تقراها بعد كده عشان توسع النولج بتاعتك. واخر حاجة بيسألك سؤال في الدرس اللي لسه انت متفرج عليه عشان يشوف انت فهمت ولا لا، وبعد كده بتروح على الدرس اللي بعده. زي ما انت شايف كده الشرح بسيط والموقع سهل الاستخدام جدا. فده اول مصدر معانا النهارده. المصدر الثاني معانا في الكورسات ده من موقع لينكد ان ليرنينج، وهو ليرنينج باث، يعني مسار تعليمي كامل مكون من 10 ساعات تعليمية. وزي ما قلنا قبل كده ان موقع لينكد ان ليرنينج هو موقع ليندا، يعني لينكد ان ليرنينج اشترى موقع ليندا، فبالتالي لو دخلنا على موقع ليندا من هنا وجبنا نفس المسار هتلاقي هو بنفس عدد الساعات، بنفس الدروس، بنفس كل حاجة. فبالتالي خلينا على موقع لينكد ان ليرنينج. زي ما قلت لك ده مسار حلو جدا وقوي جدا جدا. بالمناسبة بيبدأ معاك برضو من الاساسيات، وبعد كده بيبدأ برضو يديك نظرة عامة عن كل حاجة في المجال ده انت محتاج تعرفها. وطبعا الليرنينج باث ده بيكون بفلوس، ولكن لينكد ان ليرنينج بيكون عامل عرض اللي هو بيديك كل الكورسات مجانا لمدة شهر. وده طبعا بيكون لكل الاكونتات اللي ما استمتعتش بالعرض ده. يعني مثلا انا هنا في الاكونت بتاعي خدت الشهر المجاني قبل كده، فبالتالي لما هاجي اعمل ري اكتيفيت هيقول لي اني لازم ادفع $29 في الشهر. فلو انت لسه ما خدتش تقدر تاخد الشهر المجاني وقت ما تكون جاهز انك تتعلم المجال ده او تاخد المسار ده، لان زي ما قلت لك هو 10 ساعات. طيب عشان تاخد الشهر المجاني احنا شرحناه في فيديو قبل كده، بتحتاج يكون معاك كريدت كارد او فيزا. لو مش معاك الاثنين بتكلمنا على صفحة نادي القراءة العملية، بتعمل شير للفيديو ده وتاخد سكرين شوت وتبعتها للصفحة، واحنا بنوفر لك فيزا وبندي لك الشهر المجاني لحسابك. طب لو انت خدت الشهر المجاني قبل كده وحابب تاخد المسار ده بشكل مجاني، اعمل حساب جديد على موقع لينكد ان، وزي ما قلت لك كلمنا على صفحة نادي القراءة وهنوفر لك الشهر المجاني ده بإذن الله. ثالث مصدر معانا واخر مصدر في الكورسات اللي احنا بنرشحها هيكون من موقع كورسيرا العالمي اللي احنا اتكلمنا عنه كتير قبل كده، وده تخصص كامل في المجال. والحقيقة انا درست التخصص ده حوالي من سنة تقريبا، وممتع جدا جدا، وعن تجربة بقول لك حاجة قوية جدا. هو مكون من 5 كورسات زي ما انت شايف. بيبدأ معاك بمقدمة ومنظم جدا بالمناسبة، بيبدأ معاك من الصفر خالص، وبعد كده بيبدأ يشرح لك واحدة واحدة، وبعد كده بياخدك للحاجات الادفانسد شوية في المجال. والجميل بقى ان المسار ده متوفر فيه ترجمة بالعربي اهو، زي ما انت شايف هنا في ترجمة عربي تقدر تستفيد بيها لو انت اللغة بتاعتك مش كويسة. فبالتالي الانجليزي مش هيكون عائق معاك خالص في التخصص ده. تقدر تقدم على الدعم المالي وتقدر تشوف الفيديو الخاص بالدعم المالي، او تقدم كمستمع زي ما شرحنا الطرق قبل كده، مش محتاجين نشرحها تاني عشان وقت الفيديو ده. دول كده 3 مصادر في الكورسات تقدر تختار ما بينهم، شوف الانسب ليك. يعني مثلا انت ابدأ بالكورس الخاص على سي ام رش، لو ما عجبكش يبقى هتفاضل ما بين كورسيرا وما بين لينكد ان. لو انت شايف ان لينكد ان افضل واللغه معاك هتساعدك وكده خليك مع لينكد ان، ولو اللغه لسه عائق معاك يبقى هتخش على التخصص على موقع كورسيرا وتبدا تتعلم. وكده كده المحتوى هيكون مترجم معاك بالعربي، فلك حرية الاختيار يا صديقي، اختار الأنسب ليك. ولكن ال3 مصادر دول ممتازين جدا جدا وهيفوا بالغرض، وهيديك الأساسيات اللي انت محتاج تعرفها وتكون ملم بيها عن المجال ده. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالكورسات، وهنبدأ دلوقتي في الجزء الخاص بالمدونات اللي انت تتابعها او المدونات المتخصصة في المجال ده عشان تبقى ابديتد وتتعلم بأكتر من وسيلة. يعني تتعلم بالكورسات اللي هي عن طريق الفيديو،
الفيديو، وفي نفس الوقت بتتعلم عن طريق المقالات وعن تجربة شخصية. المقالات بتكون أداة تعليمية قوية جدا جدا خاصة في المجال ده. فأول مدونة معانا وأنصحك بيها هي مدونة باك لينكو. الراجل اللي قدامك ده واحد من أشهر وأقوى الناس في مجال ال SEO في العالم كله، والمحتوى هناك سهل وسلس وقوي جدا جدا وبيتقدم لك بشكل ممتع جدا. هتخش على المدونة بتاعته هتلاقي عليها كل ما لذ وطاب، وهتلاقي عليها حاجات كمان مش بس في ال SEO، لا حاجات تانية كتيرة جدا في التسويق بالمحتوى وغيرها وغيرها. ولكن لو عايز تبدأ بشكل منظم على المدونة دي يبقى لازم تذاكر المقال اللي قدامك ده. المقال ده يعتبر دليل شامل لكل اللي انت محتاج تعرفه عن ال SEO. ده زي ما قلت لك هتذاكره، ممكن ياخد منك شهر مذاكرة، مفيش مشكلة خالص. المحتوى هناك يستاهل، وزي ما انت شايف كده هو مقسمهولك شباتر بشكل منظم وكمان صور حلوة فهتكون مريحة لعينك. ده اول مصدر معانا في المدونة. المصدر التاني معانا في المدونات هي مدونة موز. ده موقع مشهور جدا بيقدم برضو خدمات في المجال، وفي نفس الوقت المدونة التعليمية عندهم قوية جدا جدا جدا. دي برضو انصحك ان انت تتابعها وتعمل لها بوك مارك كده زي ما انا عاملها، وتحطها في الجزء الخاص بالاي سي او او بالمدونات الخاصه بالاي سي او عشان تكون منظم اكتر في العمليه دي والمصادر ما تتوهش منك. انت هتكون محتاج تعمل بوك ماركس لكل المصادر الموجوده في المجال. يعني لو بصيت هنا مثلا انا عامل بوك مارك لكل الحاجات الخاصه بالاي سي او. انت ممكن تكون منظم اكتر وتحط المدونات لوحدها والكورسات لوحدها، بحيث تخش على البوك مارك دي كل يوم وتقرا لك مقاله او تشوف فيديو، فهتلاقي العمليه التعليميه ممتعه جدا ومش هيكون فيها تشتت كتير، وكل يوم هتكون بتتعلم معلومة جديدة. واخر مدونة هرشحها لك في الفيديو هي مدونة Ahrefs. دي أداة قوية جدا برضو في مجال ال SEO. عندهم مدونة تعليمية قوية جدا جدا فيها محتوى عظيم هيفيدك جدا عشان تسرع عملية التعلم بتاعتك في المجال وتعرف طرق وخطوات عملية عشان تحصل على نتائج في المجال ده. طبعا في مدونات تانية قوية جدا مش عايز اقعد اذكر فيهم كلهم عشان وقت الفيديو، ولكن هسيبهم لك كلهم في وصف الفيديو ده بإذن الله بشكل منظم عشان تكون الحاجة سهلة بالنسبة لك. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالمدونات، ودلوقتي هنخش على الجزء الخاص بالكتب. اول كتاب معانا هو كتاب SEO Fitness. ده كتاب حلو جدا وممتع جدا، الحقيقة من امتع الكتب اللي قرأتها في حياتي بسبب طريقة العرض البسيطة جدا اللي فيه، وفعلا حببني في المجال زيادة وشرحه كان ممتع جدا بالنسبه لي. فالكتاب ده ارشحه لك بشده. تقدر تشتريه من امازون او تحمله من اي موقع من مواقع تحميل الكتب على الانترنت. برضه هسيب لك في وصف الفيديو لينك الموقع حلو جدا تقدر تجيب منه كتب زي كده. وطبعا هتحمل الكتاب PDF وتحطه على الموبايل بتاعك وتتسلى فيه في وقت فراغك، سواء بقى في المواصلات سواء في وقت اجازتك، اي وقت يكون فاضي بالنسبه لك او مش بتعمل فيه حاجه مهمه ممكن تخصصه للقراءه وتقرا الكتاب ده. هيفيدك جدا ويزود معرفتك في المجال باذن الله. الكتاب الثاني معانا وده كتاب من الاكثر مبيعا في المجال ده على امازون، وده كتاب قوي جدا جدا بالمناسبه في الاي SEO، وهو الكتاب اللي قدامك ده. الجميل في الكتاب ده ان هو ابديتد، يعني هتلاقي فيه معلومات حديثة، لان ال SEO مجال متغير جدا وجوجل كل شوية بتعمل ابديتس، فبالتالي لازم انت تكون اب تو ديت في المجال ده وتقرا كل يوم وتجدد من نفسك كل يوم، واوعى تشوف نفسك خبير في المجال ده. المجال ده لو بطلت تتعلم فيه يوميا صدقني هتلاقي نفسك بقيت اوت ديتد وهتلاقي نفسك بقيت بره المجال خالص. فبالتالي الكتب والقراءة هتكون وسيلة حلوة جدا ان انت دايما تكون عارف اخر حاجة في المجال ده. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالكتب، ودلوقتي جينا لأهم حاجة في الفيديو ده، والخطوة دي لو ما عملتهاش يبقى كل اللي عملناه قبل كده ملوش لازمة، ألا وهي التطبيق. زي ما قلت لك المجال ده بتاخد فيه معلومات، بس لو ما طبقتش المعلومات دي يبقى انت ما خدتش فيه اي حاجة. فما ينفعش انت تفضل تقرا كتب وتاخد كورسات وتقرا مقالات وما بتطبقش. انت ممكن تكون عارف كل حاجة بشكل نظري في المجال ده، بس لو ما طبقتش يبقى زي ما قلت لك انت معلوماتك دي ملهاش اي لازمة خالص. فالتطبيق هو كلمة السر عشان توصل لمرحلة متقدمة في المجال ده ويجي لك شغل كتير وتعمل براندنج لنفسك في المجال. والجميل بقى في المجال ده ان التطبيق فيه سهل
جدا، مش محتاج منك اي حاجة، تقدر تطبق وتكتسب خبرة. واسهل وافضل واسرع الطرق عشان تعمل ده هي انك تعمل مدونة مجانية سواء على بلوجر او على ووردبريس، وتبدأ تطبق فيها الحاجات اللي انت بتتعلمها. الموضوع بدأ معايا كده، وهتلاقي اغلب الخبراء اللي انا رشحتهم لك في الفيديو ده او غيرهم كلهم بدأوا بنفس الطريقة، ان هم اتعلموا عن طريق التطبيق ويغلطوا ويتعلموا وهكذا. فاهم حاجة واهم نصيحة اقولها لك ان انت لازم تطبق الحاجات اللي انت بتتعلمها دي، ولازم وحتما ولا بد تعمل مدونة. لو انت فعلا حابب تاخد المجال ده ككارير ليك، فلازم زي ما قلت لك تطبق وتكتسب خبرة عن طريق المدونة. لو انت مش عارف ازاي تعمل مدونة على ووردبريس او بلوجر، عرفني في الكومنتات، وبإذن الله لو لقيت عدد كبير مهتم هعمل فيديو واشرح لك فيه كل حاجة سواء على بلوجر او على ووردبريس عشان تبدأ بشكل قوي وتطبق على طول. ده كده كان كل ما يخص مجال الاي سي او. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو وصلت لهنا قول لي رأيك في الكومنتات، وهل الطريق بقى واضح قدامك دلوقتي ولا لا، ومستعد تطبق اللي بتتعلمه في المجال ده وتاخده ككارير ليك ولا لا. وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لو عجبك، وتشوف فيديوهات تانية على القناة هتستفيد جدا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.